احنا بقينا عارفين بقالنا سنين ان ابل ما بتقدمش ايفون يكون قيمه مقابل سعر، لكن دلوقتي مع سلسله ايفون 17 حسيت ان ابل قدمت حاجه مختلفه. عشان كده النهارده انا جاي اوريك مقارنه كامله بين كل موديلات السلسله، من ايفون 17 عادي لايفون 17 اير اللي شكله مختلف لحد ايفون 17 برو ماكس. احنا دلوقتي عندنا اختيارات اكتر من اي وقت فات، بس الحقيقه ان في اختيار واحد بس فيهم هو اللي هقول لك عليه في اخر الفيديو، ولو انا هشتري لنفسي. اهلا بيكم، معاكم مين؟ اول حاجه نبتدي بيها وهي التصميم. تقريبا الحاجه الوحيده اللي اتغيرت في الايفون 17 وهو الالوان بس. التصميم بتاعه من الالومنيوم زي السنه اللي فاتت، ومن حيث الشكل مش هتلاحظ فرق كبير عن شكل الايفون 16، لكن الايفون 17 اير شكله مختلف تماما، رفيع قوي ومصنوع من التيتانيوم اللي بيلمع، ومع مسكته في الايد هتحس ان ده اكتر ايفون فخم في السلسله كده كلها. اللي كان الاحساس ده طبيعي يكون في سلسله البرو، بس اتنقل السنه دي لان ابل غيرت سلسله البرو بدل من التيتانيوم عملتهم للالومنيوم. ورغم ان هنا التصميم في فئه البرو بيكون اغلى شويه، الا ان المواد المستخدمه في سلسله الايفون 17 برو وبرو ماكس ارخص من السنه اللي فاتت. والتغير في التصميم ده هو يعتبر اكبر تغير تصميم في فئه البرو من ساعه ما ابل تقريبا اعلنت على الايفون. بالنسبه بقى للشاشات، ابل موحده في كل موديلاتها جوده الشاشه، يعني مهما اخترت اي موديل او نوع معين من سلسله الايفون 17 انت هتاخد افضل شاشه ابل اعلنت عنها لحد دلوقتي. كمان ابل اخيرا ضافت الشاشه ال 120 هرتز لكل الفئات، ودي حاجه احنا كنا مستنيينها بقالنا سنين. وكمان ميزه الاولويز اون ديسبلاي موجوده في كل فئات الايفون 17. لا ومش بس كده، ده كل الشاشات بتاعت سلسله الايفون 17 بتدعم خاصيه الانتي ريفلكتيف، يعني الشاشه بتكون مصنفره ما بتعكسلكش الضوء في الشاشه. وفي كل فئات سلسله الايفون 17 الحواف بتاعت الشاشه رفيعه، والشاشه بيوصل البرايتنس بتاعها لحد 3000 نيتس مع اقصى اضاءه. الفرق الوحيد بس بينهم وهي حجم الشاشه. ايفون 17 العادي بتكون حجم الشاشه بتاعته 6.3 انش، والايفون 17 اير 6.5 انش، والايفون 17 برو ماكس 6.3 انش و6.9 انش. يعني السنه دي مفيش حيره كبيره في سلسله الايفون 17، واحب افكرك ان كل المميزات دي موجوده في ارخص ايفون اللي هو الايفون 17 العادي. بالنسبه بقى للكاميرات، ابل قسمت الكاميرات لثلاث انواع في سلسله الايفون 17. النوع الاول في الكاميرات وهو الايفون 17 اير اللي بيدعم كاميرا واحده بس الجوده بتاعتها بتكون مش قليله، بتكون 48 ميجا بكسل. يعني الصور والفيديوهات اللي طالعه من الموبايل ده هتكون جودتها حلوه جدا، لكن طبعا عدسه واحده مش كفايه وهتفقد حاجات مهمه في الكاميرات. وده يوصلنا للنوع الثاني وهو الايفون 17 العادي اللي بيكون بعدستين، العدسه الاساسيه والعدسه الالترا وايد، والاثنين بيكونوا بجوده 48 ميجا بكسل. وعشان تاخد صور مختلفه شويه، العدسه ال 5 اكس بتكون مميزه قوي عشان بتقدر تتيح لك ان انت تصور مايكرو، ودي الحاجه اللي مش موجوده في الايفون 17 اير. ايفون 17 برو وبرو ماكس بقى في حته ثانيه من ناحيه الكاميرات، جاي مع عدسه تيليفوتو جديده بجوده 48 ميجا بكسل لاول مره، وفيها زوم تيليفوتو لحد 8 مرات. يعني لو بتحب تتصور من بعيد كده وتستخدم البورتريه في الزوم، فئه البرو هتكون اكتر فئه مناسبه بالنسبه لك. الكاميرات في فئه الايفون 17 برو وبرو ماكس طبعا كالعاده فئه البرو هي احسن او افضل كاميرات في السلسله. الايفون 17 برو وبرو ماكس كمان بيدعم تصوير فيديو 4K لحد 120 فريم مع مميزات جديده في التصوير زي ابل لوك 2. كمان برضه لازم اقول لكم ان فئات البرو بتدعم الجيل الثاني للتثبيت البصري للصوره، انما الايفون 17 العادي والايفون 17 اير هم الجيل الاول زي ما هم. انما بقى الكاميرا الاماميه في كل الموديلات واحده اللي بقت 18 ميجا بكسل واتحدثت، مع كمان اضافه عدسه واسعه للتصوير السيلفي، واللي الموبايل بيستخدم فيها الاي اي عشان يعرف انت عايز تتصور بالطول ولا بالعرض لو ناس كتير في الصوره او كده. قبل بس ما اخدكم ونروح للبطاريه، في فيديو مهم قوي لازم تتفرج عليه، ده في حاله لو انت عايز تشتري اي حاجه من سلسله الايفون 17 عشان يخليك مقتنع بالايفون اللي في ايدك قبل ما تشتري، وكمان ازاي ابل بتضحك علينا وتجبرنا ان احنا نشتري الايفون 17 او كل ايفون جديد عموما. الفيديو ده مهم قوي يا جماعه بصراحه. لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت، او لو انت بتتفرج عليها على السوشيال ميديا ادخل عندي على البروفايل هتلاقيه. واكيد طبعا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب الجمال بتوعك عشان بيفرق قوي في انتشار المحتوى، وده اللي بيساعدني انزل لكم فيديوهات دايما. نروح بقى لعمر البطاريه بتاعت سلسله الايفون 17. خلي بالكم برده الكاميرات ليها عامل في عمر البطاريه، وايفون 17 اير هو اقل موبايل عمر بطاريه بالنسبه للسلسله كلها. الايفون 17 اير بيكمل 27 ساعه فيديو، وده لو حطيناه مقارنه بايفونات ثانيه ده نفس عمر البطاريه اللي كان موجود في سلسله الايفون 16 برو السنه اللي فاتت. ايفون 17 عادي بيقعد 30 ساعه، انما الايفون 17 برو بيقعد 33 ساعه، والايفون 17 برو ماكس بيقعد 39 ساعه، وده اطول عمر بطاريه شفناه في ايفون من زمان. مهم قوي كمان تعرف الفرق بين المعالج اللي في الايفون 17 العادي والاير والبرو، لان الفروقات دي مش هتبان قوي الا لو انت بتستخدم مميزات الاي اي او بتلعب جيمز على الموبايل. لو ما بتعملش بقى اي حاجه من الحاجات دي وحياتك اليوميه بتستخدمها على الموبايل عادي، انت شبه مش هتلاحظ فرق اصلا بين الثلاث تليفونات. انما بقى لو بتستخدم الاي اي والجيمز، المعالج في البرو
اكيد احسن بسبب نظام التبريد اللي ضافوه جديد لفئه البرو، لكن مش كل الناس هتوصل لمستوى الحراره بتاعه الايفون ده. انما بقى من حيث الجوده ومتانه الايفون 17 اير والبرو الاثنين فيهم سيراميك شيلد في الناحيتين من قدام ومن ورا، لكن الايفون 17 العادي موجود سيراميك شيلد قدام بس، عشان بس لو بتفكر تستخدم الايفون 17 العادي من غير كفر فلازم تكون حاطط النقطه دي في اعتبارك يعني. بالنسبه بقى للسعر، الايفون 17 العادي بيبدا من $799 والايفون 17 اير $999 والايفون 17 برو $1099. من وجهه نظري الشخصيه بقى ايفون 17 العادي هو احسن ايفون في السلسله كلها بالنسبه لقيمه مقابل سعر، طبعا مقارنه طبعا بالسنه اللي فاتت. انت هتاخد افضل شاشه وبطاريه ممتازه، كاميرات قويه، وكمان معالج قوي، كل ده في تصميم بسيط وحجم مميز كده في ايدك. لو حابب القيمه طبعا وبتبص ايه افضل موبايل قيمه مقابل سعر، هو الايفون 17 العادي من غير نقاش. بس خلي بالك ان مع الوقت ممكن البطاريه بتاعته تضعف شويه، فممكن تبقى محتاج بطاريه اكبر شويه، فممكن تروح لفئه البرو يعني.